الاخبار؟ ازيك عامل ايه؟ بص يا معلم، انت لسه اول مره تشوف، ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يجيلك اشعاره اول باول. وما تنساش كمان تشير الفيديو ده مع اصحابك عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. ومن غير ما اطول عليك اكتر من كده، تعال نشوف النهارده هنتكلم عن ايه. المونتاج حاليا هو حاجه من الحاجات اللي انا مديها اكبر قدر ممكن من الاهتمام والمجهود في حياتي في الفتره دي، وده بيبان مثلا من خلال حاجه زي الريل فيد اللي عندي على الانستجرام، اللي بقى كله حرفيا فيديوهات عن المونتاج وتبس وتوتوريالز بسيطه كده عن ازاي تبقى احسن في المونتاج يعني. وفي فيديوهات بتظهر على الانستجرام ريلز كده اللي هي بتبقى عباره عن كرييتورز بيدوك او بيقولوا لك ان انت لو بعت مسج مثلا ليهم على الدي ام هيبعتوا لك مثلا ترانزيشنز، هيبعتوا لك باك جراوند، هيبعتوا لك جرافيكس، الحاجات دي. انا بصراحه الفيديوهات دي عندي كتير جدا جدا منها على الانستجرام فيد، وده بسبب ان انا بتفرج على فيديوهات كتيره من الفيديوهات دي. والفيديوهات دي مش بس بتبقى في حته ان انا اخد الماتيريال اللي هم بيوفر ان هم يدوها، لا كمان عشان التغذيه البصريه، لان فعليا الفيديوهات دي ساعات بتبقى معموله بطريقه روشه جدا جدا تخليك عايز تجرب الحاجات اللي انت بتشوفها دي عندك يعني. وحاجه ثانيه برضو اتاثرت في ان المونتاج هو حاجه كبيره في الفتره دي عندي، الداونلودز بتاعت يوتيوب اللي بقت كلها حرفيا تيبس وتوتوريالز على اليوتيوب وهاكس للبرامج اللي انا بستخدمها في المونتاج وحاجات، فاهم، حاجات غريبه كده. والحقيقه ان يوتيوب هو الحاجه اللي عرفتني على المونتاج، او ان نقدر نقول كده اني ما قررتش ان عايز ابقى كويس في المونتاج غير لما ابتدي شغل على يوتيوب، لان كان عندي رغبه كده ان انا عايز يبقى عندي القدره ان انا اطلع فيديو اقدر اتفرج عليه كمان شويه من غير ما اموت من كتر الكرنج. وفكره ان الحمد لله الموضوع ده بدا يتوفر عندي في الفتره الاخيره، حاسس ان ده بيخليني اركز اكتر في يوتيوب، او ان ده يبقى عندي قابليه اكتر ان انا اصور اكبر قدر ممكن من الفيديوهات على يوتيوب. بس كفايه كذب. والمونتاج كمان هو السكيل اللي انا قررت ان انا اتوجه ليها كفريلانسر، ودي حاجه مخليني مبسوط جدا جدا في الوقت الحالي، لان حاليا مصدر دخلي الوحيد هو الحاجه اللي انا بحبها. لا انسى ابدا اول مره فتحت اول برنامج مونتاج اتعاملت عليه واللي هو كان اسمه فيلمورا. احساس، عارف انت اللي هو لما تحس انك انت مخنوق من كتر عياط، من كتر ما انت حاسس انك مش فاهم اي حاجه. انا كان نفس الاحساس ده بالظبط، مش حاسس ان انا عارف استخدم اي حاجه ولا فاهم اي حاجه، رغم ان البرنامج ده عنده واحده من اسهل الانترفيسز اللي موجوده على اي برنامج مونتاج في العالم يعني، ده تقريبا اسهل من كاب كات حتى، وانا فعلا ما كنتش مش فاهم انا اعمل ايه، فاهم. وبعد ما اتعلمت فيلمورا اكتشفت ان في برامج ثانيه اتقل بكتير جدا زي البريمير، زي سوني فيجاس ساعتها، زي فاينل كات والكلام ده كله. وساعتها لما ادركت ارتحت للانترفيس بتاعت البريمير برو اكتر من السوني فيجاس، وطبعا الفاينل كات بيحتاج ماك او اس وانا مستخدم ويندوز، فرحت للبريمير برو. وبرده لن انسى برده اول مره فتحت فيها البريمير برو جالي تشنجات كده، وحاجه كانت حاله شبه الصرع يعني، مش فاهم اي حاجه بجد، ومنظر البرنامج معقد جدا جدا، وانا مش فاهم ايه البورت ميديا تو كريت سيكونس، انا فاهم اي حاجه. عارف ان الموضوع ممكن يبان ستيريوتايبنج قوي، بس انا فعليا اللي ساعدني ان انا ابتدي اتعلم المونتاج اكتر هو الفيديو بتاع احمد ابو زيد اللي هو اتعلم اساسيات المونتاج في 15 دقيقه، وكان في فيديو تاني ليه برده بيشرح في المونتاج. الفيديوهين دول كنز يا جماعه، موجودين على اليوتيوب فعليا. احمد ابو زيد بيشرح الطريقه او بيشرح الاساسيات اللي انت هتحتاجها في الاول كمبتدئ يعني، هو بيحطك على اول الطريق ويسيبك بعدها انت تكمل. فعشان كده يا جماعه اي حد عايز يتعلم المونتاج الفيديوهين دول فعليا لازم يبقوا موجودين في البلاي ليست بتاعتك. بس الفكره ان انت الناس اللي انت بتتفرج عليهم بيخرجوا فيديوهات روشه جدا جدا وشكلها تحفه، وانت حاسس ان انت مش عارف توصل للليفل ده طبيعي طبعا يعني، ده طبيعي. الناس دي شغاله بقى لها 15 سنه وانت معاك فيديوهين بتاع احمد ابو زيد ما اتعلم فيهم الاساسيات بس، فاهم. بس انا ساعتها كنت اللي هو لا انا عايز ابقى زي الناس دي انا، فاهم. فابتديت بقى ايه اللي هو احبط شويه، وبعد كده قلت خلاص فاكس بقى، فاهم، شكلي ده مش مجالي، شكلي مش شطور، لغايه ما ادركت ان انا ايه، انا هدي الموضوع فرصه واجرب. والحمد لله اول فيديو جربت فيه يعني كان فيديو بتاع اعتقد كان فيديو بتاع ويندوز 11 غالبا، هو كان من اول الفيديوهات اللي موجودين هنا على القناه، بس انا طبعا عملته برايفت عشان زي ما بقول لك وساعتها كان المونتاج بتاعي هو عباره عن حاجه واحده بس، او مرحله واحده بس، هو اني بشيل السكتات والغلطات، ولو مثلا بتكلم عن ايتم او حاجه بحط الصوره جنبي هنا من غير ترانزيشن، من غير انيميشن، من غير اي حاجه. حاليا المرحله دي هي مرحله واحده بس من ضمن 4 مراحل اي فيديو بيخرج لك هنا على القناه او على اي بلاتفورم ثانيه بيمر بيها. حاليا اي فيديو بيخرج لك عامه على اليوتيوب او على اي بلاتفورم ثانيه بيمر ب4 مراحل من المعالجه. اول حاجه اللي هي شيل السكتات والغلطات طبعا، وبعد كده في مرحله الفي اف اكس ان احنا بنحط انيميشنز، بنحط ترانزيشنز بتاع، وبعد كده في مرحله الساوند ديزاين، واخر مرحله لو هنحط مثلا مزيكا او حاجه يعني. فالحمد لله ان انت بتبص ان انت من سنه كنت بتطلع فيديو وبيقعد وخلاص بقى، فاهم، تقعد تشتم بقى في المونتاج ان المونتاج ومش عارف ايه، وانت كل بتعمل انك بس كنت بتشيل السكتات والغلطات. ودلوقتي الحمد لله احنا فعليا بنخرج فيديوهات انا الى حد ما راضي عنها بنسبه يعني 70-80% كده، فده الحمد لله حاجه كويسه يعني. انا بقول ان الموضوع مش بس خد سنتين عشان اعرف ان انا اليفل اب الفيديوز بتاعتي من حاجات بتطلع اني بس بشيل السكتات والغلطات لحاجات الى حد ما بيبقى متعوب عليها الحمد لله في الترانزيشنز وفي الشغل يعني. لا الموضوع خد وقت طويل قوي
قوي، والموضوع خد توتوريالز كتيره جدا جدا وفيديوهات كتيره جدا جدا تتفرج عليها. والاقذر من موضوع المجهود اللي انت هتعمله هو انك نفسيا انك ما تبقاش محبط على طول، ودي حاجه انا شايف انها هيتظرف لمده 5 سنين. 5 سنين يتظرف. يعني فكره ان انا كمحمد اقدم مثلا او بوري حد فيديو والفيديو ما يعجبوش او ينتقد الفيديو بشكل اكسسيف اخلص يا قلم. ايه يالا مالك يالا او بشكل زياده عن اللزوم. يعني انا فاكر ان دي كانت واحده من اكتر الحاجات اللي بتخليني ان انا ما عنديش طاقه او مش عايز حتى اكمل، او فاهم اللي هو خلاص ده تقريبا ده مش مجالي. اول ما ابتديت خالص اتعامل مع البرنامج كنت بتعامل مع برنامج اسمه فيلمورا، واللي هو بالمناسبه برنامج مجاني بس بيديك ووتر مارك لما بتعمل اكسبورت للفيديو بتاعك. وبعد كده اتكعبلت شويه في برامج ثانيه زي البريمير برو، واتعاملت شويه مع دافنشي بس ده مؤخرا بس ما عجبنيش يعني. وقررت ان انا ارجع تاني للبريمير برو بقى. هو من وجهه نظري مش عارف بس انا بحب الانترفيس بتاعت البريمير برو قوي، على الرغم ان يكون معظم الناس بتشتكي منها وانها انترفيس غبيه او قيمه شويه، لان انا بحبها قوي بصراحه. وسبب برضو من ضمن اسباب بقائي للبريمير هو حاجه اسمها الديناميك لينك، هي الحاجه اللي بتخليك تربط البرامج بتاعت ادوبي مع بعضها البعض. يعني على سبيل المثال انت ممكن مثلا تبقى انا بتكلم عن حاجه مثلا اقوم عامل حاجه اسمها دايناميك لينك ما بين البريمير وما بين الافتر افكتس، او ما بين البريمير والميديا انكودر، او ما بين البريمير وافتر افكتس وميديا انكودر. هشرح لك لو انا على سبيل المثال دلوقتي على البريمير وبأديت مثلا فيديو ما، والفيديو ده انا عايز احط مثلا حته في اف اكس كده، عايز احط حته عايز حته يبقى فيها انيميشن. بدل ما اعمل انيميشن من على البريمير واطلع حاجه الى حد ما الكواليتي بتاعتها او هيبقى فيها ليميتيشنز كتيره عن مثلا ما هشتغل على حاجه زي الافتر افكتس، اقدر فعليا اعمل دايناميك لينك ما بين البريمير وافتر افكتس، وابعت الحته اللي انا عايز اعمل او احط عليها الفي اف اكس دي من البريمير للافتر افكتس، واحط بقى كل الفي اف اكس اللي انا عايزها وكل الانيميشنز اللي انا عايزها، واخد بالك، وبعد كده اقفل. هي كده بعدها هتروح زي ما هي بنفس الافكتات اللي انا عملتها الافتر افكتس على البريمير دايركت. فدي فكره الديناميك لينك. الديناميك لينك ده برده ممكن يتعمل ما بين البريمير والافتر افكتس والميديا انكودر، انك تخلي الميديا انكودر يرندر لك او يعمل ريندر يعني للفيديوز بتاعتك سواء كان على البريمير او سواء كان على الافتر افكتس. حاجه مش منطقيه انا فاهم، انت ممكن تعمل اوريدي اكسبورت، بس الديناميك لينك برده بيساعدك في حته البريمير دي في البروكسي. لو حضرتك بتشتغل مع بي سي زي حالاتي، لو حطيت له مثلا فيديو 4K بيصرخ، فتقدر تستخدمها في البروكسي، انك تفتح الفيديو بتاعك من جوه البريمير وتختار بروكسي وميديا انكودر، يبقى لازم الاثنين يبقوا نفس السنه 2020 يعني بريمير 2020 وميديا انكودر 2020 مثلا، وتخليه يعمل لك البروكسي دي من وانت جوه البريمير. مش لازم تقفل البريمير بقى، او مش لازم تفتح الاول ميديا انكودر تحط عليه الداتا وتعمل الحوار الهبل ده، ما فاكس. كده اكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يجيلك شعار اول باول. وما تنساش كمان لو انت حابب تبعت لي اي حاجه او حابب تتكلم معايا على اي حاجه موجوده في الحياه، هتلاقي اللينكس بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي كلها موجوده تحت الفيديو في الديسكربشن. خش وابعت لي ونبقى اصحاب. شكرا لك جدا واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. Diane, are you there? Diane, I need you. Jack? Diane, thank God, Diane. Okay, Diane, you're gonna save me, right? I called you and you're coming to get me? Jack, why did you call me? I live in Chicago. I can't save you. You didn't pick up. Right. It went to voicemail. Yeah. And then I went back in the pool. It's too late. What's done is done. No. There's nothing I can do, Bojack. I'm not real. None of this is. So what do I do now? Bojack, it doesn't matter. Well, if it doesn't matter, can I stay on the phone with you